انا ممكن اخليك تدفع اكتر في نفس المنتج من غير ما اغير الجودة ولا الطعم ولا المكونات. كل اللي هعمله اني اغير اللون، والغريب ان عقلك هيقتنع ان واحدة اغلى من التانية. انا دكتور محمد سليمان، وده بيزنس على السريع، المكان اللي هتبدأ فيه تشوف البيزنس في كل حاجة حواليك. تخيل ان عندي نفس القهوة، نفس البن، نفس المصنع ونفس الطعم، لكن واحدة في كيس ابيض والتانية في كيس اسود مطفي. انهي واحدة هتحس انها اغلى؟ معظم الناس هتختار السودا. طيب هل اللون غير الجودة؟ الاجابة هي لا. يبقى ليه مخنا اتخدع؟ عقلنا بيحكم قبل ما يجرب، وده اسمه البرايس بيرسبشن، او احساسك بقيمة المنتج قبل ما تعرف سعره. طب ليه شركات كتير بتستخدم الذهبي؟ الذهبي يعني فخامة، الاسود يعني قوة وهيبة، الابيض بساطه ونظافه، الاخضر طبيعه وصحه، الاحمر اثاره وسرعه. قبل ما تلمس المنتج وقبل ما تقرا اسمه عقلك بيبدا يحكم. ما تقراش اي كلمه وبص على الالوان وخمن مين الاغلى، بعدها شوف السعر الحقيقي وغالبا هتتفاجئ. بس خلي بالك، اللون لوحده مش كفايه، لازم يبقى مناسب للبراند ولنوع العميل. لو عندك مشروع، اختيار اللون مش ذوق، ده قرار تسويقي. في النهايه احنا بنفتكر ان احنا بنشتري منتج، لكن في الحقيقه احنا بنشتري انطباعات. جاوبني في التعليقات، ايه اللون اللي بيخليك تحس ان المنتج غالي حتى قبل ما بتشوف سعر؟ الحلقه الجايه هنعرف ليه اول لما بتشوف كلمه اخر قطعه بتحس انك لازم تشتري رغم انك ما كنتش محتاجها اصلا.